ازيكم عاملين ايه؟ معاكم دانا صابر اورجنايزر في تيم المانجي. هقدم لكم سبيكر نورهان احمد. هتكلمكم مع مقدمة عن الماركتينج وتحليل السبوت، زي ان انت تعرف نقاط قوتك وضعفك. هتكلمكم كمان عن خطة تسويق وهتعرفها لكم من الألف للياء فين. هتعرف كمان يعني ايه هو الديجيتال ماركتينج وايه مجالاته وانواعه، وهنعرف ازاي ان احنا نقدر نسوق لنفسنا، وان انت تعرف ايه انواع الاعلانات وايه الافضل لشغلك. مش هطول عليكم. انا هسيبها هي تكمل معاكم، وان شاء الله تطلعوا من السيشن ده باحسن استفادة. السلام عليكم، عاملين ايه؟ الحمد لله كويسين. صوت كده تمام؟ ايوه تمام. طيب هعرفكم بنفسي سريعا. انا نورهان احمد، طالبة في كلية اداب جامعة عين شمس، فرقة رابعة. بشتغل في مجال الماركتينج بقالي 3 سنين، دلوقتي اكونت مانجر في ماركتينج ايجنسي. عاوزاكم بقى تعرفوني على نفسكم كده سريعا في الشات. الشات مقفول. اوكي. طيب تمام، هنبدأ دلوقتي. هعرفكم الدنيا هتمشي معانا ازاي، بس اللي عنده اي سؤال يخليه لي للاخر، وكده كده انا برضه معاكم في الجروب. تمام؟ تمام ماشي معاكي. طيب تعرفوا ايه عن الماركتينج اصلا؟ وانتم مستنيين تطلعوا بالسيشن دي بايه؟ تقدري تتكلمي يا بسملة عادي، أو اتكلموا عادي، مش لازم ترفعوا ايديكم. بصي، هو الماركتينج ده من خلال تجربة ليا سابقة ان انا اتفرجت على الفيديوهات. هو الحاجة اللي انا عندي منتج ما، فانا عايزة اسوق له. فاسوق له ازاي بحيث ان هو اخلي الناس تروح للحاجة دي دونا عن غيرها، يعني خطة التسويق بتاعتي للحاجة اللي انا عايزاها. عايش بجد يا بسملة، حلو جدا. في حد تاني حابب يقول اي حاجة؟ طيب الماركتينج ببساطة هو ازاي نوصل البرودكت بتاعنا او السيرفيس اللي احنا بنقدمها للشخص الصح في الوقت الصح بطريقة كويسة، بحيث ان العميل بتاعنا يقتنع ويشتريه. يعني هي مش بتبقى مجرد اعلانات، لكن هي حاجة بتدور حوالين ان احنا نفهم احتياجات الناس، وازاي الحاجة دي هتفيدهم وتجذب انتباههم.
تمام. ازاي بقى هنعمل خطة تسويقية؟ افضل طريقة للخطة التسويقية بتاعتنا هي السوس ستاك موديل. تمام. ده عبارة عن 6 خطوات بنعملهم علشان نعمل البلان بتاعتنا. اول خطوة فيها اللي هي السيتويشن اناليسيس، وهنا بنبدأ إن إحنا نحلل الوضع اللي إحنا واقفين فيه. يعني مش بنفكر ولا بناخد خطوة جديدة ولا بنعمل أفكار ولا أي حاجة، كأننا بناخد يعني زي سكرين شوت للوقت اللي إحنا فيه دلوقتي. تمام. تاني خطوة اللي هي بعديها إن إحنا بنبدأ نعمل الأوبجكتيفز بتاعتنا، إن إحنا بنشوف إيه هي الأهداف بتاعتنا اللي إحنا عايزين نحققها في البراند بتاعنا. تالت خطوة بتبقى معايا الاستراتيجي. نبدأ بقى نحط استراتيجي للبلان بتاعتنا. رابع خطوة اللي هي التكتكس، وهنا بنبدأ نحدد الأدوات اللي احنا هنستخدمها في الخطة بتاعتنا علشان ننفذ بيها البلان. تمام. خامس خطوة اللي هي الأكشن، ودي مرحلة التنفيذ. دي بقى اللي بنقعد نعمل فيها برين ستورمينج، نقعد كلنا كده احنا والتيم نبتدي نفكر ونطلع البلان بتاعتنا. سادس خطوة اللي هي الكنترول، ودي بقى بنفضل كلنا ان احنا نقيم كده الاداء بتاع الخطة بتاعتنا والمنتج بتاعنا، ونبدأ بقى ان احنا نحط تعديلات اللي احنا هنعملها علشان نطور البرودكت بتاعنا او الشركة بتاعتنا. تمام. في خطوة مهمة جدا من خطوات البلان بتاعتنا اللي هي السوات اناليسيز، ان احنا نقعد زي ما احنا قلنا كده في السيتويشن اناليسيز ان احنا نحلل الوضع. طب احنا بنحلل ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها سوات اناليسيز. سوات اناليسيز الكلمه دي مكونه من 4 حروف: الاس اللي هي السترينث، الدبليو اللي هي الويكنسز، الاو اللي هي التي اللي هي الستريتس. تمام. طيب في السترينث بنحط نقاط القوه بتاعه البراند بتاعنا. تمام. يعني بشوف ايه اللي بيميز او ايه الفاليو بتاعت المنتج او السيرفيس بتاعتي، وابدا ان انا احطها في السترينث. في الويكنسز ببدا اشوف ايه نقاط الضعف بتاعتي، ايه الحاجات اللي انا محتاجه ان انا احسنها. الاوبورتيونيتيز ببدا ان انا اشوف مين الكومبيتيتورز بتوعي، مين المنافسين اللي انا عندهم حاجه بتميزهم عني، فببدا اشوف ايه الفرص اللي عندهم انا ممكن استغلها. ثريتس دي بقى الحاجات اللي هي ممكن تحصل تخليني معرضة للتهديد، زي مثلا لما حصلت كورونا في براندات كتيرة جدا قفلت. فالستريتس دي الحاجات اللي ممكن تحصل، فأنا ببتدي إن أنا أشوف الحاجة دي لو هي حصلت أنا هبقى جاهزة ليها إزاي. تمام. هديكم دلوقتي يعني حوالي 10 دقايق كده تبتدوا إن انتوا تعملوا سوات أناليسيز أي براند انتوا حابينه. اللي مش عارف يجي في دماغه براند او كده ممكن يعمل سوات اناليسيز لتيم علمانجي. هنبدا نحط السترينث بتاعتنا، نقاط القوه، الويكنسز، الاوبورتيونيتيز والثريتس، و10 دقايق بالظبط وهبقى معاكم ونبدا ان احنا نشوف الغلطات اللي كانت عندكم فين.
هو مفيش صوت عندي بس ولا عند كله؟ لا أنا معاكم يا مريان، مدياكم بس 10 دقايق تعملوا فيهم السوات أناليسيس. إيه الأخبار معاكم؟ اوكي، انا النت كان فاصل عندي فلسه داخل دلوقتي، مش عارفة، انا اسفة، سوري. لا تمام. خلصتم ولا ايه الدنيا؟ أنا خلصت. طب ممكن عشان الاسم مش ظاهر عندي قولي لي اسمك؟ ريتاج رؤوف. طب قولي لي كده يا ريتاج باختصار عملتي ايه؟ أنا بحثت على علامة نايكي. دي براند خاص بصناعة الملابس والأحذية الرياضية. تمام. بدأت أدور ايه هي نقاط القوة بتاعتها وايه هي نقاط الضعف، السترينجث والويكنس، وايه الفرص اللي هي متاحة ليها إن هي عشان تزود من المبيعات بتاعتها، وايه التهديدات اللي بتواجهها. تمام. برافو. نقاط القوة بتاعتها إن هي علامة طب تجارية. إيه؟ كملي ما كمل. تخافيش. ماشي. كملي سامعاكي. هي ليها شهرة عالمية جدا في صناعة الملابس والأحذية الرياضية. عندها تصميمات مبتكرة جدا وتقنيات متطورة، والجودة بتاعت والكواليتي بتاعتها عالية جدا. تمام. وكمان إن هي عاملة عقود مع فرق ولاعبين عشان تنشر البراند بتاعها. تمام. وعندها أسواق كتيرة أوي سواء داخلي أو خارجي.
تمام. وكمان إن هي مفعلة خاصية التسويق أونلاين وأوفلاين كمان. الويكنس بتاعتها إن هي عن الكوست بتاعتها غالية جدا، عندها ارتفاع في الأسعار. تمام. وبتعتمد المصانع أكتر على معلش مصانع بيقطع. ممكن تعيدي آخر حتة يا ريتاش؟ زين. تمام. ممكن سامعني؟ سامعني؟ تمام مع حضرتك. تمام. كملي بقى معلش عشان النت قطع عندي كده في النص. كملي وفي الآخر هقولك ايه الحاجات اللي انتي وقعتي فيها. ماشي. احنا قلنا نقاط القوة. احنا دلوقتي weakness. تمام. يعني أسرع عالية شوية. طيب انتي سامعاني كده كويس؟ تمام. ريتاج انت سامعاني؟ احنا سامعين حضرتك يا دكتور، ولكن تقريبا حضرتك النت عندها فيه سامعاني؟ مشكلة. هي الصوت من عندها هي صح؟ بالظبط. طيب بصي يا ريتاج، هو نقاط الضعف السعر ما بيبقاش فيها، يعني ان هي اسعارها غالية. هي ممكن تكون هي الفئة اللي هي بتستهدفها بلس ايه مثلا، فاهماني؟ هو الصوت عندك فيه مشكلة، فيعني لو انتي سامعاني تمام. أيوة. طيب حد تاني حابب يقول السوات اناليسيز اللي هو عملها؟ طيب سريعا، احنا قلنا اول حاجة علشان نعمل بلان ماركتنج او خطة تسويقية كويسة بنمشي على موديل اسمه سوستك. تمام. ده عبارة عن 6 حروف اتكلمنا عنهم، كل حرف ليه خطوة معينة بنعمل فيها شوية حاجات. احنا اول حاجة بدأنا بيها اللي هي السيتويشن اناليسيس، وقلنا ان احنا بنعمل فيها تحليل الوضع اللي احنا فيه. تمام. وقلنا ان احنا علشان نعمل تحليل الوضع اللي احنا فيه بنعمل سوات اناليسيس. نيجي لتاني حاجة اللي هي الأوبجكتيفز. إزاي بقى بعمل الأوبجكتيفز بتاعتنا؟ علشان أحط أي هدف لازم أطبق عليه 5 شروط مهمين جدا. لو ال5 شروط دول، إيه هم ال5 أهداف دول؟ هم بيتحطوا في كده أو ال5 أنتوا كده سامعيني؟ هو بس الصوت بيقطع شوية. أوكي. طب البرزنتيشن واضحة؟ الصوت واضح؟ كده تمام. كل حاجة تمام. طيب نكمل. علشان أحط الهدف بتاعي لازم ينطبق عليه 5 حاجات بيتحط في كلمة سمارت. أول حرف من كلمة سمارت اللي هو الإس، سبيسيفيك، يعني الهدف بتاعي لازم يكون محدد.
تاني حاجة measurable، إن الهدف بتاعي ده لازم يكون قابل للقياس. يعني إن أنا أعرف أقيس الهدف بتاعي بعد فترة. أشوف أنا دلوقتي حطيت هدف، عايزة أشوف بقى هل اتحقق ولا هو لسه فيه شوية حاجات محتاجين يتظبطوا علشان أوصل للهدف بتاعي. فما ينفعش أحط هدف ما ينفعش يتقاس. تمام. تالت حاجة attainable، يعني الهدف ده يمكن تحقيقه، محطش حاجة مستحيلة أو هي مش هينفع تتحقق وكده. رابع حاجة relevant، تمام، يعني إن يكون دي علاقة بالمنتج أو الشركة بتاعتي. آخر حاجة اللي هي time based أو time limited، وإن يكون الهدف ده محدد بوقت. يعني مش بحط هدف خلاص بقى كده، لا، انا لازم اكون حاطه وقت للهدف بتاعي. انا هخلص الهدف ده مثلا، انا حاطه البلان دي لمده شهر مثلا. تمام. في حد في حاجه مش واضحه معايا هنا؟ لا تمام. اوكي. طيب، تالت حاجه معانا اللي هي الاستراتيجي. احنا شرحنا السيتويشن اناليسيس والاوبجكتيفز. الاستراتيجي، ازاي اعمل استراتيجي؟ اشهر استراتيجي اللي هي اسمها STB. والاس تي بي اختصار لسيجمنتيشن وتارجتنج وبوزيشننج. يعني ايه السيجمنتيشن؟ ان انا بمسك السوق بتاعي وافضل اقسمه لقطاعات على حسب بقى جيوغرافيك، مثلا جغرافيا على حسب الموقع. يعني مثلا ان انا اقسم على حسب الكانتري او المدينه، البلد، على حسب اللانجوج اللي هم بيتكلموا بيها، على حسب هم عايشين فين، فابتدي اقسم على الاساس ده. تاني حاجه ممكن اقسم بيها في السيجمنتيشن على حسب الخصائص السكانيه بتاعتهم. يعني مثلا الدخل بتاعهم، التعليم، الحالة الاجتماعية، عمرهم، ده اللي هو الديموغرافيك. تالت حاجة ممكن أقسم بيها اللي هي السايكوجرافيك، وده أسلوب الحياة أو العيشة اللي هم عايشينها، الاهتمامات بتاعتهم إيه، الفاليو بتاعهم، البرسوناليتي. رابع حاجة في السيجمنتيشن بقسم على أساسها اللي هي البيهيفيرال، يعني السلوك بتاعهم، أو السلوك بتاع العميل، العادات بتاعة الشراء بتاعته، على حسب برضو اللويالتي. يعني إيه؟ يعني علشان العميل بتاعي لما بيجي يشتري مني حاجة، في ناس بيبقى الهدف بتاعهم اللي هو أنا هشتري واخد من العميل فلوس وخلاص. في برضو اللويالتي. تمام. دي السيجمنتيشن. التارجتنج بقى، انا خلاص عملت سيجمنتيشن وقسمت السوق بتاعي او العملاء بتاعتي القطاعات. في التارجتنج بقى ببتدي ان اختار قطاع او اتنين ابتدي افهمهم. البوزيشننج مختلف تماما. انا خلاص انا قسمت العملاء بتوعي لقطاعات كتيره على حسب الاربع حاجات اللي احنا قلناهم. بعد كده جينا في اخترنا واحد او اتنين وابتدينا ان احنا نشوف التفاصيل بتاعتهم، الاحتياجات بتاعتهم. باجي بقى في البوزيشننج، بقى ببتدي احدد ازاي هقدم المنتج ده بشكل مميز يخليه مختلف عن المنافسين في عقل العميل بتاعي. يعني كاني بشوف ايه الفاليو اللي اقدمها، احاول ابرزها بحيث ان هي يعني لما يشوف الفاليو دي يبتدي ان هو يجي يشتري البرودكت بتاعي او ان هو يشوف السيرفيس بتاعتي. كده الثلاث حاجات دول واضحين؟ اللي هو segmentation targeting positioning، فرق ما بينهم. كله واضح، تمام.
كده احنا حطينا الاستراتيجي بتاعتنا اللي هي كانت ثالث خطوة في البلان اللي احنا عملناها على طريقة ال STB، اللي احنا حددنا الأول ايه هي السيجمنتيشن ومين التارجتنج وايه البوزيشننج بتاعنا. بعد كده التكتكس، ودي قلنا فيها ايه هي. قلنا دي الأدوات اللي احنا بنستخدمها علشان نحقق بيها الاستراتيجي، ودي بتختلف على حسب الأوبجكتيف اللي أنا هحددها. فأنا مثلا في ثانية واحدة أجيب السلايد. في المنتج اللي أنا بقدمه، أو على حسب هو منتج أصلا ولا سيرفيس. لو هو منتج بعمل الفور بي، لو هو سيرفيس بعمل حاجة اسمها 8B هنتكلم عنها في الآخر. الفور بي بتاعنا او الفور بيس اللي هم البرودكت والبرايس والبليس والبروموشن. يعني ايه؟ امسك حاجه. البرودكت اللي هو المنتج، ايه اللي انا بقدمه؟ هل انا بقدم برودكت اصلا ولا سيرفيس؟ فابتدي افكر كده ايه هو البرودكت بتاعي. تاني حاجه البرايس، السعر. هبدا اسعر المنتج واشوف اصلا هسعره على اساس ايه، وانا يعني على حسب الفئه بتاعتي او على حسب الكوست اللي انا حطيتها. تالت حاجه البلاي، ده مش بس المكان اللي انا هبيع فيه البرودكت ده، انا كمان هشوف اصلا هوزعه ازاي، هو اونلاين ولا هنزل متاجر اوفلاين وانزل اشوف الستورز واقعد اوزع عليهم البرودكت. البروموشن هشوف بقى ازاي انا هسوق، دي الخطوة بقى بتاعتنا. اسوق ازاي؟ هل هعمل اعلانات ولا يعني هعمل سوشيال، يعني على السوشيال ميديا، ولا دي اخر خطوة في التكتكس، ان انا خلاص بقى معايا الادوات وحطيت الادوات بتاعتي سواء سوشيال ميديا او مثلا ستورز وكده، وخلاص معايا السعر والبرودكت بتاعي. كده انا معايا الادوات. ببدا بقى في مرحله التنفيذ اللي هي بعد كده، اللي هي مرحله الايه، الاكشن. تمام. الاكشن اللي هي مرحله التنفيذ دي بتبقى اطول خطوه في الواقع. احنا مثلا لو احنا في شركه، علشان نعمل اكشن بنقعد كلنا نعمل ميتنج روم ونبدا بقى نعمل برين ستورمينج ونقعد نطلع افكار ونقعد نعمل الكونتنت كريتور بتاعتنا. يعني مش بس ان احنا بنطلع افكار عشوائيه، احنا بنقعد بقى نحدد كل بوست يعني انا الكلاينت ده هعمل له كام بوست وهينزل على فتره قد ايه، احط له كام بوست في الاسبوع، هينزل امتى. هبدا اشوف هل في اعياد او مناسبات مثلا ممكن احطها في الكونتنت كالندر بتاعتنا، وابتدي اشوف ايه اللي هيتصور وايه اللي هيتعمل ديزاين، وابدا احط كل حاجه في كونتنت كالندر واسلمها للعميل واشوف هل فيها تعديلات ولا لا. لو فيها تعديلات بنرجع نعدلها تاني وممكن نعيد من الاول تاني عادي جدا. خلصنا التنفيذ، خلاص البلان بتاعتنا اتنفذت. اخر واهم مرحله في البلان بتاعتنا اللي هي الكنترول، دي مرحله التقييم. ببدا بقى اقيم النتائج بتاعتي، بستخدم تولز مثلا زي جوجل اناليتكس مثلا، وابدا اشوف النتائج بتاعتي ايه الدنيا، عشان اعرف ال ROI بتاعي اللي هو العائد الاستثمار بتاعي، وابدا بقى اقارن النتيجه اللي جات لي بالهدف اللي انا كنت حاطاه في الاول. هل هو ولا انا مثلا لسه بدري عليا، ففي حاجات محتاجه تتعدل. تشوف التعديلات دي وارجع تاني من الاول. كن بدأ مثلا عدى 3 شهور او 6 شهور على البلان بتاعتي، ابدا بقى ان انا اعيد التنفيذ من تاني. بس احنا كده، دي طريقة الخطة التسويقية بالخطوات بتاعتها باختصار. في حاجة مهمة جدا بعملها وانا بعمل البلان بتاعتي في النص، بس انا حبيت اسيبها للاخر علشان نطبق عليها سوا. الباير بيرسونا. يعني ايه باير بيرسونا؟ بحدد الشخصية بتاعت الشخص اللي هيشتري المنتج بتاعي او السيرفيس بتاعتي. ازاي؟ الفئة المحددة. ايه الفئة المحددة. بالظبط. بس انا يعني مثلا احنا قلنا من شويه ان احنا بنعمل سيجمنتيشن ماركتنج وكده. انا هنا بقى بشوف مين الشخص اللي هيمثل بقى المنتج بتاعي ده، هو الشخص المثالي اللي انا عايزه كل الناس اللي انا بتارجتهم يبقوا زيه.
هشوف مثلا، يعني مثلا هنا انا حاطه مثال، مثلا لو احنا بنعمل ماركتنج لشركه وهمي، مطعم وهمي، تمام؟ ده مطعم ايه؟ برجر وكده. مطعم أكل. انا بالظبط. فانا لو عايزه حد مثالي جدا يجي فود يشتري بلوجر. من عندي، بالظبط هشوف فود بلوجر. ده افضل حد يمثل المنتج بتاعي، صح؟ اه فده منعش، اكيد كلكم عارفينه. هنعمله دلوقتي باير بيرسونا سوا، تمام؟ تمام. في الباير بيرسونا ببدأ أتكلم عنه وأشوف إيه اهتماماته، وأبدأ أحط كده قدامي شوية أسئلة أفضل أجاوب عليهم، علشان في الآخر أشوف هل هو فعلا ده الشخص المثالي اللي أنا عايزة فعلا كل الناس زيه ولا لأ. وده هيفيدنا في إحنا لما نيجي ننزل الادز برضو على البيج بتاعتنا. لو أنا كل ما أنا أبقى محددة فعلا التارجت أودينس بتوعي صح، كل ما كانت النتائج هتبقى أحسن. حتى لما بنيجي كده نشوف على فيسبوك واحنا بنعمل اعلانات ممولة، كل ما بنحدد اكتر بنلاقي عدد الناس اقل اللي هيشوفوا البوست بتاعي، ولكن بيجيب نتائج احسن والناس اللي بتشتري بتبقى اكتر، تمام؟ ده منعش، اسمه الحقيقي احمد عبد المنعم، فانا كتبت الاسم بتاعه. بشوف الايدج بتاع الناس اللي انا بتارجتهم، هل انا بتارجت مثلا فئة من 18 ل 25، ولا انا بتارجت عادي اي سن. فمثلا احمد عبد المنعم ده عنده حوالي من 30 ل 35 سنة. الحالة الاجتماعية بتاعته هو اصلا متجوز وكده، عايش في اسكندرية. هو فود بلوجر وكونتنت كرياتور ومهتم بالتصوير وكده، وكان اصلا طبيب اسنان، تمام؟ فانا ببدا احط ده قدامي علشان اشوف انا ممكن استغل ده ازاي. هل الشخص ده لو انا عايزاه هعرف اوصل له؟ فببدا اشوف طب الاهتمامات بتاعته ايه، بما انه هو اصلا طبيب اسنان، مصور، فود بلوجر، فاكيد دي اهتماماته، تمام؟ فببدا اسال 4 اسئله مهمين جدا، سؤالين بوات وسؤال بهاو وواي. دول اهم 4 اسئله اسالهم وانا بعمل باير بيرسونا لاي شخص. كده تمام معايا؟ اه مع حضرتك. تمام، ماشي. اول سؤال، what does he want؟ هو عايز ايه؟ هو لو جاي عايز مطعم بيدور فيه على ايه؟ بيدور على حاجة مميزة تجذبه، عايز خدمة عالية وجودة كويسة، أسعار مناسبة، صح؟ اه تمام. فبفضل أحط إجابات للسؤال ده، ببدأ أسأل كده عشان هو عاوز إيه؟ انا بس بسأل وببدأ الأسئلة بقى دي أجاوب بجد يعني مش فاهم. إيه؟ بسأل الأسئلة دي للشخص اللي انا بعمل له باير بيرسونال. بس طبعا الباير بيرسونا دي في البلان بتاعتي، يعني أنا بحط البلان قبل ما ببدأ. بصي إحنا زي ما قلنا البلان دي كذا خطوة، فاهماني؟ اه تمام. فوانا في النص كده باجي في المرحلة اللي هو انا خلاص بقى بشوف انا بتارجت مين، فببدأ اعمل باير بيرسونا للناس، للعميل المثالي بالنسبة لي. فببدأ اختار مثلا شخص كده خيالي في دماغي، وابدأ احط اسئلة عنه واشوف هل ده لو مثل البراند بتاعي، هل انا كده مناسبة ليه ولا لا. فببدأ هنا هو محتاج ايه، فالحاجات اللي هو محتاجها دي انا هفضل بعد كده اظبطها عندي في المنتج بتاعي انا، فاهماني؟ اه تمام شكرا. طيب عرفت هو محتاج ايه وخلاص، بقيت عارفة كأننا بنعمل سوات اناليسيس بالظبط، بس هنا بنتكلم عن شخص، فاهماني؟ يعني هنا انا شفت ايه الحاجات اللي انا ممكن احطها مميزات عندي. هنا السؤال التاني بعكس، بشوف ايه الحاجات اللي هو مش محتاجها. اكيد هنا ممكن يكون مش عايز تجربة عادية، حاجة متكررة موجودة عند كل الناس، اكيد عايز حاجة مميزة. مش عايز حاجة سيئة، مش عايز مكان ما يكونش صالح فيه التصوير، بما اننا قلنا ان من الاهتمامات بتاعه التصوير، فمش منطقي جدا ان هو يجي المطعم بتاعي واقول له ان ممنوع التصوير، صح؟ تمام.
خدمة يعني مثلا ما ينفعش ان هو بيكون مثلا بيعمل فيديو عني وطلب اكل، وانا يعني اتصل كده ولقى خدمة عملاء سيئة واحنا بنعامله وحش والاكل جاله بعد ساعتين، اكيد هو مش هيكون عايز كده. هو وفي عايز نفس سيرفر الوقت متقدمة ليه كويس. بالظبط، واكيد برضو مش هيكون عايز حاجة مبالغ فيها. وانا الأسئلة دي ببدأ أكون ليها إجابات في دماغي وبكتبها، علشان ده اللي هيساعدني بعدين في مرحلة التنفيذ. تالت حاجة، هيلاقينا فين؟ احنا تمام، حطينا المميزات والعيوب وكل حاجة تمام، احنا بقى موجودين فين؟ فببدأ أشوف ايه السوشيال ميديا. هل مثلا هعمل فيسبوك، انستجرام، يوتيوب، تيك توك؟ هل مثلا عندي ويب سايت؟ عندي مثلا مطعم؟ فهبدأ أشوف إيه الأماكن بتاعتنا. آخر سؤال، ليه يهتم بينا؟ علشان هو أكيد هيبقى مثلا محتاج إن محتواه يكون متجدد، يجدد ويبقى حاجة جذابة، عايز الجمهور بتاعه يثق فيه وفي التوصيات بتاعته، وتبقى حاجة فيها مصداقية. فهو برضو زي ما احنا هنبقى محتاجينه، هو برضو هيبقى محتاجنا. فاحنا بنبدأ ان احنا نظبط كل الأسئلة دي بالإجابات بتاعتها في الباير بيرسون. ودي كانت خطوة مهمة جدا. وانتوا اصلا لو رحتوا في اي وقت قدمتوا على شغل، ابسط حاجه هيقولها لكم اعملي لي ماركتنج بلان. تمام، فانت ساعتها هتحققي الست خطوات اللي احنا قلناهم على الشركه بتاعته. بس في حاجه، البنوته اللي من شويه اللي عملت سوات اناليسيس، هي قعدت تبحث تجيب اجابات جاهزه تقريبا، كانت بتسال ايه هي نقاط القوه ونقاط الضعف. احنا مش بنعمل كده. ريتاش تقريبا لو سامعاني، انا تمام معاكي. احنا بنبدأ ان احنا نشوف احنا نطلع نقاط قوة فعلا كويسة انا شايفاها في البراند ده، بشوف هما بيقدموا ايه. ممكن لما اروح شركة يكون هو فعلا مديني بريف عنهم، مديني كل ده جاهز وتمام، بس لو انتوا حبيتوا تقدموا على شغل بعدين لازم برضو تكونوا عارفين ازاي تعملوا ريسيرش كويس وتطلعوا الحاجات دي بايديكم. يعني مش بسأل جوجل أقول له إيه مميزات شركة كذا، ممكن يطلع لي حاجة هي مش مناسبة، أو المميزات دي ما تكونش هتفيدني في الماركتينج، أو الحاجة دي تكون عادية. تمام، نيجي بقى لأنواع الماركتينج. إحنا عندنا الماركتينج في منه تراديشنال وديجيتال. إيه الفرق ما بينهم؟ الفرق بين التراديشنال ماركتينج والديجيتال ماركتينج إن التراديشنال الوسائل بتاعته قديمة، يعني مش الديجيتال. يعني في ناس كثيرة قوي بتتلخبط في الحتة دي بين الديجيتال ماركتينج والأونلاين ماركتينج والسوشيال ميديا ماركتينج. عارفة إن هما أسماء كتيرة قوي، بس في فرق ما بينهم كبير. الفرق بين التراديشنال والديجيتال هي التولز بس. إن التولز في الديجيتال حاجة جديدة ما كانتش موجودة، هي حاجة ديجيتال. تمام، في التراديشنال زي مثلا اعلانات التلفزيون، زي الجرايد، الحاجات القديمة بتاعت زمان، الراديو، هكذا. الديجيتال بقى زي السوشيال ميديا، ممكن الايميل الماركتينج، ممكن الاس اي او اللي هو سيرش انجن اوبتمايزيشن، اي حاجه فيها تكنولوجي من الاخر. بس الديجيتال مش كله اونلاين، في حاجات في الديجيتال اوفلاين، زي مثلا الشاشات اللي احنا بنشوفها في الشارع، بيكون فيها اعلانات. في شاشات منها بيكون من غير اصلا نت، شغاله من غير نت عادي جدا. تلفزيون عادي. ايه؟ تلفزيون برضو. لا، التلفزيون هي أنواع مش ديجيتال. هو مش من الديجيتال، هو من التراديشنال. أداة قديمة، أداة إعلانات إحنا بنستخدمها قديمة. ما زي ما قلت لكم الفرق ما بينهم، ما بين الديجيتال والتراديشنال، إن الديجيتال دي حاجة فيها تكنولوجي، يعني حاجة جديدة، تولز جديدة. فاهماني؟ تمام. فممكن تبقى حاجة التراديشنال عامة كله من غير نت، بيشتغل كله أوفلاين عادي. حلو. لكن الديجيتال ماركتينج
في منه اونلاين ماركتنج وفي منه اوفلاين ماركتنج. يعني في حاجات اوفلاين عادي جدا ولكن ديجيتال. فنفرق في الحته دي ان مش كل الديجيتال ماركتنج اونلاين ماركتنج. حلو. تمام. طيب ايه هي المميزات والعيوب بتاعه التراديشنال ماركتنج؟ مش معنى ان الاونلاين او الديجيتال او الاونلاين ماركتنج بقى مهم ان احنا نهمل التراديشنال، لانه برضه ليه مميزات زي ما ليه عيوب. تمام. المميزات بتاعته ان هو اولا مستدام. الاونلاين ماركتنج ان انا ممكن انزل بوست مثلا على فيسبوك بس هو مش هيفضل على طول قدام الكلاينت، لكن التراديشنال بيبقى موجود قدامه على طول. هو مثلا زي الاعلانات بتاعه الشارع اليوفط، هي قدامه على طول، فهي دي ميزة. فدي حاجة. تاني حاجة من المميزات بيبقى فيه طرق كتيرة جدا ليه مبتكرة، يعني ليه أنواع كتيرة قوي هناخدها كمان شوية هنعرفها مع بعض، كويسة جدا، أحلى من الأونلاين إن أنا خلاص أنا معايا ديزاين فبفضل إن أنا أغير في الألوان وخلاص. ممكن في ناس بتعمل حرفيا رسومات في الأرض وفي ناس بتعمل حاجات مجسمة. فالتراديشنال بيبقى فيه إبداع أكتر. تمام. طيب إيه العيوب بتاعته؟ أولا مكلف جدا بالنسبة للأونلاين ماركتينج. لما احنا بنستخدم الديجيتال ماركتينج بالذات الأونلاين منه، احنا جرافيك ديزاينر بيعمل ديزاين أو فيديو وخلاص، لكن التراديشنال أسعار الطباعة بتبقى غالية جدا ومكلفة جدا، فبيبقى مكلف مقارنة بالتاني. تاني حاجة ان هو بيوفر معلومات اقل بكتير من الاونلاين ماركتينج. احنا اونلاين ممكن نكتب المعلومات اللي احنا عايزينها كلها، لكن التراديشنال لو انا مثلا جاية اعمل اعلان في الشارع، انا ممكن اصلا احط ال السلوجان بتاعنا وخلاص. فاهميني يا جماعة ولا ايه الدنيا؟ تمام. تمام مع تمام، كل حاجة. حضرتك. عايش. طيب حاجة كمان في العيوب المهمة جدا في التراديشنال ماركتينج ان احنا مش بنعرف نحلل النتائج بتاعته، رغم ان دي خطوة مهمة جدا. احنا لسه قايلينها من شوية في البلان بتاعة الماركتينج ان اخر خطوة ان انا بحلل النتائج بعد ما خلاص انا نفذت. ببدأ بقى اشوف النتائج بتاعتي اللي وصلت لها ايه، هل انا عملت الاهداف بتاعتي ولا لا. هل انا هقدر اعمل كده في التراديشنال؟ هعرف مين كام حد شاف الاعلان، كام حد اشترى بسببه. ممكن اصلا احط اعلان في شارع مش هم دول الناس اصلا بتاعتي اللي انا بتارجتهم، فما يشتروش وانا اصلا الهدف بتاعي البيع. فالتراديشنال ماركتينج ده عيب مهم جدا من العيوب اللي ممكن بعد ما نكلف تكلفة كبيرة ممكن ما يوصلش للناس. عكس الاونلاين ماركتينج انا ببقى متحكمة شوية، فانا عايزة الاعلان ده يوصل لمين. طيب ايه اللي بيميز بقى الديجيتال ماركتينج عن التراديشنال ماركتينج؟ اولا ان هو زي ما قلنا بيوصل للجمهور عالميا بسهولة جدا، مش بتارجت منطقة معينة. يعني مش حاطة اعلان في شارع معين او مثلا بوزع جرايد على شوية ناس او فلايرز او كده، لا ده ممكن انزل بوست فايرال يوصل للعالم كله. دي حاجة. تاني حاجة الكوست بتاعته قليلة جدا مقارنة بالتراديشنال ماركتينج. تالت حاجة ان انا بعرف اقيس النتائج بتاعتي وابدأ ان انا احللها علشان اشوف لو انا تارجت ناس غلط ببدأ ان انا اعيد الاعلان تاني وابدأ ان انا تارجت الناس الصح. رابع حاجة ان هو effective جدا جدا. يعني بيبقى فعال بالنسبة للاهتمامات او السلوك بتاعت الناس اللي انا ان انا محدداهم. تمام. في حاجة بقى مهمة اللي هي الفلكسبيليتي، ان هو مرن. يعني ببدأ ان انا اعدله على حسب الاداء بتاع او النتائج اللي جات لي.
زي ما احنا قلنا من شوية. تمام، يعني احنا من شوية قلنا ان انا لو خلاص حللت النتائج بتاعتي وطلع عندي شوية عيوب او كده خلت الاعلان بتاعي ما يوصلش للتارجت اودينس بتوعي، فببدأ ان انا اشوف المشكلة فين وابدأ ان انا احلها. انا مش هعرف اعمل ده في التراديشنال ماركتنج، انا خلاص هبقى اوريدي حطيت الكوست بتاعتي في الحاجات دي، فمش هينفع ان انا احلل النتائج ولا هبقى عارفة اصلا هو باع ولا ما باعش ولا وصل لمين. الديجيتال ماركتنج احنا قلنا ان في منه اوفلاين ماركتنج زي الشاشات اللي هي اللي بنشوفها بيبقى عليها كلام بيتحرك كده، والأجهزة اللي احنا بنلاقيها بيبقى فيها أكل وحاجات كده، دي كلها حاجات بتماركت ولكنها عادي موجودة أوفلاين. في بقى الأونلاين ماركتنج ليه أنواع كتيرة جدا، هنتكلم عن جزء منها النهاردة، وبالأخص السوشيال ميديا هو أشهر نوع فيها. بس خليكم عارفين ان الاونلاين ماركتنج مش سوشيال ميديا بس، في كونتنت ماركتنج، في اس اي او او اس اي ام، ما بينهم دلوقتي في الايميل ماركتنج، في الموبايل ماركتنج، في الانفلونسر. السوشيال ميديا اللي احنا نعرفه كلنا اللي هو عن طريق البلاتفورمز، سواء فيسبوك، انستجرام، هنتكلم عنهم. سواء عن فيسبوك، انستجرام، لينكد ان، يوتيوب، سناب شات، اكس او تيوترز سابقا، او بنترست. اي حاجة ليها علاقة بالسوشيال بلاتفورمز ده كده سوشيال ميديا ماركتنج. تمام، اي حاجة بتستخدم منصة من دول يبقى سوشيال ميديا. طيب الكونتنت ماركتنج هنتكلم عنه كمان شوية، تعالوا نتكلم عن واحد واحد. الاس اي او او الاس اي ام، ايه الفرق ما بينهم؟ السوشيال ميديا اوبتمايزيشن او السوشيال السوشيال انجن اوبتمايزيشن او السوشيال انجن ماركتنج. ايه الفرق ما بينهم؟ الاس اي او ده ان انا بحسن محركات البحث اللي بتظهر لي سواء على جوجل او مثلا في يوتيوب او مثلا بينج. تمام، بصوا كده لما انا بحثت كتبت لابتوب ديل جالي كذا نتيجة، شايفينهم؟ ايوه شايفينهم. شايفين اول واحد يعني اللي هو بصيم، الاس اي او السبيشالست اللي هو عمل المحركات بتاعة البحث، اللي هو حط الكلمات كانت مناسبة، فلما أنا بحثت كتبت لابتوب ديل أول حاجة ظهرت لي ده أحسن واحد فيهم. فدي وظيفة ال SEO، إن هو يخلي الويب سايت بتاعي يظهر أول واحد. تمام. طب ال SEM دي بقى بتبقى عن طريق أدز مدفوعة، لكن ال SEO دي اورجانيك من غير ما ندفع فيها فلوس، هو بس حد بيحط كلمات، وعادة بتبقى النتيجة بتاعتها بطيئة شوية، يعني النتيجة بتظهر بعد فترة. تمام، علشان الويب سايت بتاعي يظهر في الأول. لكن ال SEM أنا بدفع فلوس، زي مثلا الفيسبوك ادز، مثلا الإعلانات الممولة اللي احنا بنشوفها زي اللي في الجنب كده، شايفين كلمة إعلان دي أو ادز، بيبقى ظاهر حاجات بس علشان الحاجات دي تظهر، هو دفعوا فلوس على جوجل علشان الإعلانات دي تظهر. ده الفرق بين ال SEO وال SEM، ده أورجانيك وده بفلوس بيد. تمام. الميديا باينج ده مجال برضو من مجالات السوشيال ميديا ماركتينج، وده زي ال SEM كده، ولكن على البلاتفورمز كلها بقى، مش بس جوجل او بينج او حاجه من الحاجات او يوتيوب او دول. تمام، يعني مش محركات بحث بس، لا، هو ممكن مساحه اعلانيه على فيسبوك مثلا، زي دوت برضو الاعلان ده كان سبونسر، دول برضو حطوا فلوس علشان الاعلان ده يظهر. فساعات كده بنشوف ان احنا مثلا نكون بنتكلم على واتساب مثلا ان انا محتاجه اشتري تليفون، فافتح
فيسبوك الاقي اعلانات كتيره جايه لي مدفوعه مكتوب عليها سبونسر كده، تكون بتتكلم عن الحاجه اللي انا محتاجاها، وبنقعد نسال بقى هم عرفوا منين. ده فيسبوك بقى عمل حته السبونسر دي، ان احنا بندفع فلوس علشان الاعلان بتاعنا يظهر. والوظيفه بتاعت الشخص ده اللي هو الميديا باير، هو وظيفته ان هو بعد ما خلاص عمل حدد التارجت اودينس بتوعه، ان هو يشوف الديزاين ويبتدي ان هو يعمل خلاص الكونتنت جاهز والكونتنت كالندر بقت جاهزه، هو بينزلها بمقابل. تمام. احنا كده اتكلمنا عن السوشيال ميديا ماركتينج، وقلنا ان هي عن طريق البلاتفورمز بتاعت فيسبوك وانستجرام واللينكد ان والحاجات دي. اتكلمنا عن الفرق بين الاس اي او والاس اي ام، وقلنا ان ولكن كاتبه كونتنت كويس وعامله هاشتاج كويس بسهوله، لكن اللي هو بيبقى مدفوع برضه زي اللي احنا اتكلمنا عنه وظيفه الميديا باير اللي هو بيعملها، ان الاعلان يوصل للناس ولكن بمقابل الايميل ماركتنج، بماركت عن طريق الايميل. الانفلونسر ماركتنج اكيد عارفين، بنشوف كتير قوي على انستجرام انفلونسر بيماركت لبراند معين. والموبايل ماركتنج ده ان انا بماركت عن طريق الابليكيشن. ممكن يا صاحبي تشرحي الكونتنت تاني؟ احنا لسه هنشرحه قدام، انا بس بعيد اللي انا وصلت له لحد دلوقتي. تمام. عايز حد يقول لي ايه الفرق بين الكوبي رايتنج والكونتنت ماركتنج، الكونتنت رايتنج سوري. انتوا سامعيني؟ اي حد يقول اي حاجه حتى لو غلط عادي، مفيش مشكله. الفرق ما بين ايه معلش وايه؟ ما انا مش عايزه اجيب السلايد علشان كاتبه فيها، بس الفرق بين الكوبي رايتنج والكونتنت رايتنج. أعتقد الكوبي رايتنج ده خد الكلام نصا مثلا، ونسب ليه مثلا، مش عارفة بالظبط. أما الكونتنت رايتنج فهو خد الفكرة أو المضمون وكتب بقى بطريقته مثلا. اوكي، حد تاني حابب يضيف اي حاجه؟ ممكن اقول مثلا ان الكوبي رايتنج هو هدفه الاقناع وكده، بيقنع اللي هو عايز يشتري. صح ولا غلط؟ حلو، يعني قربت. والكونتنت ممكن يكون هدفه بيثقف اللي قدامه او معلومات بقدمها ليه. مش عارفه صح ولا غلط تحفه بصراحه. جدا. بجد. هقول لك دلوقتي، حد تاني حابب يضيف اي حاجه؟ عامه انا مش شايفه لو حد رافع ايده يجاوب. طيب، الفرق بين الكوبي رايتنج والكونتنت رايتنج، اخر واحده جاوبت معلش اسمها ايه؟ انا اسمي مريم مينا. واللي قبل مريان؟ اسمي رنا. رنا. شطار بجد، برافو عليكم. الفرق بين الكوبي رايتنج والكونتنت رايتنج ان الكوبي رايتنج بكتب اعلان، لكن الكونتنت رايتنج بالظبط بكتب محتوى. يعني ايه؟ وانا بكتب اعلان انا بكتب
الكونتنت بتاعي الهدف منه ان انا اقنع الجمهور بتاعي ان هو يشتري او ان هو ياخد اجراء معين، فالموضوع هنا بيبقى فيه فلوس، اللي هو انا الهدف بتاعي انه لا العميل ده يشتري. تمام. عن طريق بقى السوشيال ميديا او بنشوف دايما كده اعلانات اشتري واحصل على خصم 50%، هتلاقي دايما فيها كلمة بيع او خصم. تمام. لكن الكونتنت رايتنج ده بكتب حاجة تعليمية أو ترفيهية مثلا أو معلومة، بيبقى الهدف منها إن أنا أبني علاقة كويسة مع العميل أو إن أنا أثقفه أو awareness. فاهميني الفرق بين الكوبي رايتنج اه تمام. والكونتنت رايتنج كده؟ واضح لكم؟ ده هدفه البيع لكن ده هدفه awareness بس. ده الفرق ما فهمت. بينهم باختصار. طيب احنا من شوية قلنا ان الديجيتال ماركتينج فيه كرياتيفيتي واشكال كتيرة والكلام ده. طيب حد يعرف ان هو اصلا ليه انواع؟ يعني حد يقول لي كده انواع للتراديشنال ماركتينج، مثلا يفرض شافها في الشارع ملفتة او كده. ممكن أبسط الإعلانات اللي بتبقى موجودة مثلا عن أدوات التجميل مثلا، حلو. أو تعرفي مثلا مثلا اعلان معين لفت نظرك مثلا لمنتج او إيفا كده؟ مثلا. إيفا مثلا إيفا. حلو في قوي. حاجات مش فاكرة جاية في دماغي، بس أنا فاكرة شكلها. غير عند طب لافلي حلو. مثلا، حاجات زي كده يعني. حلو. حد تاني لفت نظره مثلا حاجة اوفلاين؟ طيب احنا عندنا التراديشنال ماركتينج او ممكن يبقى ديجيتال عامة. يعني في جزء منهم بيتعمل هقول هوضح ده، بس في جزء منهم بيتعمل في الشارع، وفي جزء منهم بيبقى اونلاين. في عندنا الباز ماركتينج، ده نوع من انواع الماركتينج بيبقى هدفه ان احنا نثير الجدل كده بمعنى اصح. بيبقى اونلاين، زي التحديات اللي احنا بنشوفها مثلا على تيك توك، او مثلا بنشوف اتنين مثلا بيغنوا او كده، يعملوا خناقة مع بعض، وبعد كده اصلا نكتشف ان هما اتخانقوا ده عشان مثلا بيماركتوا الاغنية او مسلسل هينزل. ده نوع من انواع الماركتينج مهم جدا، كتيرة جدا بيعملوه. في جمعيات خيرية كمان بتعمله، في كتير قوي بيعتمدوا عليه في الماركتينج بتاعهم. هو بس هدفه ان احنا نثير الجدل، فبيعملوا اي حاجة بقى تثير الجدل، ينزلوا مثلا صورة ملفتة او يعملوا مثلا خناقة او كده. أو في نوع ممكن تاني. يطرحوا سؤال كده. سوري. بالظبط. وعامة من ضمن الناس اللي بتعمل ده بلبن برضو كتير جدا، ان هم بيثيروا الجدل علشان الناس تدخل تقعد تتكلم معاهم فيشتروا منهم وكده. أيوه. في برضو كده في سنة من السنين كان أمير عيد متخانق مع العسيلي برضو خناقة كده وده خد الأغنية بتاعتي، وهو أصلا في الآخر طلعت الأغنية بتاعتهم هما الاتنين ونزلت بعديها. أيوه دي حقيقة. تاني نوع من الماركتينج عندنا مهم جدا، اللي هو الجوريلا ماركتينج. ده بنشوفه لحد ما قليل في مصر، بس هو نوع مهم جدا، وده إن هما بيعملوا حاجة بتلفت النظر بحاجة مثلا هو مش بحجمها الطبيعي او مش مكانها الطبيعي. يعني مثلا هنا راسمين الرسمه بتاعت ماكدونالدز على الارض، هنا بصوا حجم الليبتون قد ايه، وهنا بصوا كيت كات على الكرسي اصلا. فهم بيعملوا حاجه ولا في مكانها ولا بحجمها الطبيعي، فبتلفت النظر. تمام. اي حاجه غريبه عامه بنحطها بتندرج تحت الغوريلا ماركتنج. الفايرال ماركتنج ده مش بيبقى ليه اشكال معينه، بس عامه ده بتبقى الحاجة اللي هي بتنتشر بسهولة، تلاقي الناس كلها بتتكلم عنها في وقت واحد. حاجة حصلت مثلا ففايرالت، دي المعنى بتاعها. زي مثلا بتيجي فترة تلاقي ترند طلع بيتكلم عن برودكت معين فيه مثلا مشكلة،
وهو ملهوش شكل معين زي ما قلت، بس حاجة الناس كلها بتتكلم عنها في وقت واحد. فمثلا الشركة دي أو البرودكت ده مثلا عجب ناس، أو الشركة دي نزلت مثلا إعلان ملفت في حاجة معينة في فايرال. تمام. بص، النوع ده من أنواع الماركتينج هو بيبقى هدفهم ان هم يثيروا الجدل برضو، ولكن ده بيبقى دايما في الشارع، ده مش اونلاين زي ده. في فرق بين الباز ماركتينج والنوع ده بنشوف ليه. مثلا عارفين انتوا لما بتلاقوا مثلا شركة كاتبة هتتريش بس كده، او تلاقوا كاتبين حرفيا كلمة ومش كاتبين حتى اسم البراند او لوجو ليهم او اي حاجة. فهو بيبقى هدفهم ان انت تشوفوا الكلمة، مثلا تشوفوا حاجة ملفتة للنظر. هو ليه اشكال كتيرة جدا كويسة، بس يعني معظمها الفترة الاخيرة ما كانتش احسن حاجة، فانا مش عايزة احط الصور بتاعتهم. بس انتوا هتلاقوا دايما كلمة كده وانتوا ماشيين لفتت نظركم، وبجد مش باين هو ده براند ايه. فانتوا بتدخلوا تبحثوا عنها، هي حرفيا بتستفز الناس. ده المبدأ اللي هم ماشيين بيه. في نوع برضو مهم من انواع الماركتينج، وده من ضمن الشركات اللي بتعتمده شركة ريد بول. دي صورة كانوا هم منزلينها لعيب كرة، فهم الهدف بتاعهم هو ريد بول اصلا ايه؟ مشروب طاقة، فبيدي للناس طاقة فاللعيبة بتحتاجه. فهم لعبوها من حتة انه ده لايف ستايل بقى بتاعت لعيبة الكورة والناس اللي بتروح الجيم وكده. فانا دي التارجت اودينس بتوعي، فانا هبتدي ان انا انزل اعلانات او حاجة تبقى شبه اللايف ستايل بتاع الناس اللي انا بتارجتهم. الكونتنت ماركتنج بنوته اللي سألتني عليه من شوية، أنا فرقت لها بينه وبين الكوبي رايتنج، بس هقوله تاني باختصار. هو إن الناس بتعمل مدونة مثلا بتنزل عليها، أو مثلا ويب سايت بتنزل عليه مثلا حاجة كونتنت معين مثلا، يبقى الهدف منه awareness أو article أو كده. بس ده باختصار، مش بيبقى هدفها البيع خالص. احنا كده يعتبر خلصنا. حد عنده أي سؤال؟ لا شكرا لحضرتك. حد عنده أي سؤال يا شباب؟ شكرا لحضرتك. هو أنا عندي بس سؤال. هو معاكي. لو هنبتدي مثلا إن احنا نتعلمه معاكي عشان صوت نبقى ايه؟ متقنين فيه، يعني عيدي تاني معلش بس بصوت عالي. تمام. هنقعد قد ايه عقبال ما ان هو نبقى عارفين ان احنا نعمل بيه كذا حاجة او ان احنا نبقى متقنين فيه؟ تقعدي قد ايه عقبال ايه؟ عقبال ما نبقى عارفين نشتغل بيه او ان احنا نعرف فيه كويس جدا. ده سامعاني؟ مجال الماركتينج قصدك؟ اه. سامعاكي. قصدك عقبال ما تشتغلي في الماركتينج عامة محتاجة وقت قد ايه؟ ايوه. عامة مش محتاجة أي وقت. بصي أنا كنت وأنا في سنة أولى، عامة أنا في سنة رابعة دلوقتي، وأنا نفس بالنسبة لي اللي هو لا أنا لازم أروح آخد كورس ماركتينج ب200,000 علشان أشتغل وكده. وحرفيا اشتغلت اصلا وانا مخدتش كورسات، انا كنت عادي بنزل ستودنت اكتيفيتي، بتعلم ماركتينج لوحدي مثلا من حاجات اونلاين من كتب. كان اول كتاب بتاعته كان كتاب ماركتينج صح، سوري كان كتاب ماركتينج بالمصري. وكان اول كورس ماركتينج صح، يعني حاجه على يوتيوب وكتاب حرفيا. كنت بشوف ايه هو الماركتينج ده بيتكلم عن ايه، لحد ما شفت المجالات كلها زي ما احنا شرحناها النهارده. لفت نظري ساعتها الميديا باينج جدا، فبدأت إن أنا أشوف ده بيتكلم عن إيه، واتعلمته برضه أونلاين عادي جدا. وبعدين قعدت فترة كده اللي هو أشوف صحابي مين فيهم عامل براند ممكن أمسك له البيدج بتاعته،
وبالصدفة جدا نزلت تريننج، ولحد دلوقتي أنا مخدتش كورس بفلوس من الأسعار اللي بنشوفها. فهي كده يعني، اسعي بس انت كده وادي لنفسك فرصة ان انت تعملي حاجة اللي هو ما تقعديش حاطة في دماغك اللي هو أنا لازم وقت معين ولازم دراسة. لأ، الماركتينج يعني بحس كده أكتر، اللي هو انت لازم تدوسي في الحاجة وبراكتس كتير بقى لحد ما بجد بتلاقي نفسك انت دخلتي في المجال من غير ما حد يوجهك ولا اي حاجه، ولا محتاجه حتى من ام 10,000 و20,000 دي. فزي ما قلت لك خشي بس ستودنت اكتيفيتي وحاولي تمارسي الماركتنج وتمسكي بيدجات وحاولي حطي نفسك في الواقع، فاهماني؟ مش كله ان احنا بنكون نوليدج بس. هو انا يعني دخلت كورس على اليوتيوب بس ما كانش فيه عملي، فاللي هو انا ما كنتش فاهمه قوي، فما حاسه ان انا بقيت مستوعبه قوي في الماركتينج وحاسه ان انا فيه. نعم، كان كورس ايه؟ كان عن SEO. طيب حلو قوي. جربتي تنزلي تريننج في شركه؟ لا، ما جربتش ان انا اعمل اي حاجه عملي ولا انزل ولا اي حاجه. طيب احنا بندخل على لينكد ان بنلاقي شركات كتيرة قوي محتاجة ناس تتدرب، لان هم المستفيدين مش انتي بس المستفادة. لان هم زي ما انتي هتستفادي من انك لما تنزلي هتشتغلي وكده، هتتعلمي. هم في نفس الوقت مستفيدين من حتة انه انتي هتخلصي لهم شغل، فاهماني؟ انتي مش بتاخدي فلوس زيك زي الموظف. حاجة كمان، عامة الطلبة بيبقى عليها لود أكتر من الناس القديمة في الشركة، هما بيحطوا عليهم لود جدا وبيبقى بمرتب أقل بكتير، بتبقى أصلا مرتب حاجة رمزية قوي للطلبة. ولكن انتي خديها من حتة أنا هنزل مش هستفاد فلوس وهتعب، بس أحسن ما أروح أحط الفلوس دي في كورس يديني معلومات نظرية، فاهماني؟ فانتي خشي على لينكد ان دوري على تريننج هتلاقي. وفي الفترة دي أصلا في شركات كتيرة قوي، في ايفنتات كتيرة جدا برضو، هي شركات بتعوز طلبة يعني. وزي ما قلت لك انتي شوفي صحابك مين فيهم عنده براندات وحاولي تقولي لهم مثلا ان انتي تعملي لهم ده فور فري مثلا لحد ما تتعلمي على البيدج بتاعتهم او كده. لو انتي مهتمة فعلا بالاس اي او برضو ممكن تشوفي حد مثلا ويكون مثلا شركة وقولي له انا هشتغل من غير مقابل على الاقل شهر، بحيث ان انتي لما تتعلمي وتحسي ان انتي تمام ابدأي ان انتي بقى دوري على شغل في المجال يعني. تمام تمام، شكرا جدا. انا ممكن أسأل حد حاجة؟ عنده اي سؤال؟ أيوة، ممكن أسأل على حاجة؟ اتفضلي يا فاطمة. هو ممكن تقولي لنا الكورسز يعني اللي على اليوتيوب أو الكتب اللي حضرتك قلتي إنك يعني استفدتي منها أو كده يعني؟ حاضر. فاطمة، هو انتي معانا في علمانجي ولا انتي عرفيني بنفسك طيب الأول كده؟ هو أنا لقيت اللي يعني في كورس أو كده اللي هو سيشن يعني، فأنا قدمت فيها ودخلت. اوكي طيب انا ممكن ابعت لكم على الجروب، انتوا كلكم في الجروب صح؟ بتاع الواتساب. ايوه ماشي، ممكن ابعت لكم فيه كورسز وكتب تقرأوها او تهدروها يعني على حسب المجال بتاعكم ان شاء الله. شكرا قوي. لا. شكرا ليكي تاني. ويا شباب، اللي عنده اي سؤال يقدر يسأل على الجروب هيكون مفتوح، ودلوقتي تقدروا تتفضلوا.